قصر آية بن حدو يقع بإقليم ورزازات في جنوب المملكة المغربية. هو عبارة عن مجموعة من الأبنية المشيدة من الطين والمحاطة بأسوار دفاعية تتميز بالبساطة والمتانة. بناه أمغار بن حدو، أحد أعيان دولة المرابطين في القرن ال11 الميلادي، وكان القصر يشكل محطة مهمة في مسار القوافل التجارية. القصر بهندسته المميزة يعتبر نموذجاً للسكن التقليدي بالجنوب المغربي، وما زال يحتفظ بخصائصه المعمارية الأمازيغية المميزة وسط مناظر طبيعية خلابة. قرية تاريخية تحكي قصص الأجيال السابقة، فرغم الهجرات والتحولات الديمغرافية في بلاد المغرب، إلا أن المنطقة ظلت مأهولة بالسكان، ولم يبق منهم اليوم سوى 10 عائلات، بعضها من أحفاد بن حدو، وما زالوا يعيشون على هدي أسلافهم ونمط حياتهم القديم. هذه القصور والقصبات تعد نوعاً معمارياً اشتهر به أمازيغ المغرب منذ قرون، ويشكل قصر آية بن حدو خير نموذج عن العمارة المغربية، وقد صنفته اليونسكو عام 87 و900 وألف موقعاً للتراث الحضري العالمي. المنطقة تحولت إلى ملتقى مهم للسياحة والتصوير السينمائي، وهي أحد الأشكال المعمارية التي أبدعها الإنسان المغربي، تستقبل سنوياً ما يناهز 1500 سائح ممن تستهويهم ثقافة الجنوب المغربي وتراثه الأمازيغي للوقوف على جزء حي من الإرث الحضري لسكان هذه المنطقة.